نقول لكم بعد لا للامانه نقول لكم ما نتكلم عن مطالب وعن اذا كان نتكلم عنه حمدي، لا للامانه نقول لكم بني انا منين جيت هون عند منين دخلت يوم الاربعاء في العشرة عند عام 11 قطع من ساعتين عقباك جاني بحبوني بدي شي مشاكل عندي قلت منين دخلت هون ساعتين عقباك جاني بحبوني وسولني عن شنو هي مشاكلي وشنو هو السبب اللي جعلني ندخل هون تاعه وشنو هو السبب اللي جعلني اخذ هذا القرار، وحكيت ورديت عليه الاخبار وقطعا بن بحبيني جاوبني مسألتين والله بعد لخص مسألة واحدة قال هذا أنا ما هو في ايدي لا نطبق أوامر. سولت ذا اللي موجود في السوق علاش نباع في السوق قال لي أنا ديه قال لي ما نقد نقول لك بذا الموجود في السوق ما فيه شيء جاي من هون غير قطعا بالقافلة الشخصية والفرقونيطات يجيبوا مسائل ويبيعوهم هون. المسألة الثانية سولت علاش ذي القافلة إلها شهرين هون تياها كي كان يقول حمدي ولا قسمت قال لي نطبق أوامر. جاوني امرين، امر بانها يمشى منها شي شهور الداخله ومشيته، وامر ثاني بانها يقسم منها شي هيئه ثانيه ومشيته. لحد الان قال انحاني الاوامر معناها بن بوحبيني ذا اللي قال لي انا اديه ما في ديش. قلت له لحق ذا البلد القرار وقطعا بن بوحبيني لحق ذا البلد القرار وقطعا بن بوحبيني لا بديه ولا بوحبيني فيدهم حل ذي المشكله ولا فيدنا احنا. هذا اهل القرار خاصهم يتحملوا مسؤوليتهم وقطعا بانهم اهل القرار جاهلوا ولا كدر من ذا كامل انهم جاهلوا زي قبيل. وكان كاع لا قطعت وكانت لا توضيحات قطع على انه شي حد يطلب منا توضيحات العت الله هي اللي يعني اللي هو اسم اللي خاص نعطوه التوضيحات الكافيه ويعرف يديه عنه ما قطعش من معلومات عن حد يدورها يسوى وشو. هذا اللي قلت عنه وفق الرزنامه اللي مطروحه علينا راني قلت قبيل وفق الرزنامه اسمح لي شوي نقطعوا كامل. انا راني منين جبرتها الاول قلت لي يديه احنا قسمنا لها مرتين جاني امر بنقسموا لها على مرتين. شهور الذكرى وشهور الهاء الثانيه. لا تغطي شوف خلي الراشد يتكلم. لا تطبق اوامر يا ابو حبيبي. القافله انا جبت عليها ما فات ونظمت ولا فات مسجلت ولا فات معدل فيها شيء ولا عاد جات شهر يوم 3 في شهر 2 خليني نوضح لك يوم 3 في شهر 3 ويوم 3 في شهر 4 خليني نوضح لك واليوم 17 يوم عند عنها عقبه 3 معناها بينها شهرين و17 اليوم هي القافله ما بدات تقسم يا ابو حبيني ما هم منين جيت انا هون يوم الاربعاء بقات يوم الخميس تقسم ودخلوا 6 وتات والله 7 وبداوا يرفضوا منها. انا بعد اللي قلت انا ما تكذب والله اللي فهمت انا اللي قلت ولا اللي فهمت انت هذا اللي قلت وراني قلت على اني نتاسف على انه خالد قاسم مسائل هناك ما نقدر نقولها في الرق هنا حالا تفوت التشريح